بيبدأ فيلم ستولين بعصابة محترفة جدا في سرقة البنوك ومحلات المجوهرات الغالية، والعصابة دي بتتكون من 4 أشخاص وهم ويل وده العقل المدبر، وفينسنت وده دراعه اليمين، ورايلي وهايت. في الوقت ده بيجي خبر للشرطة الفيدرالية إن العصابة دي بتخطط لسرقة محل المجوهرات اللي جنب البنك، وعشان كده بيستخبوا في واحد من البيوت المجاورة وبيراقبوا محل المجوهرات، وده عشان يعرفوا تحركاتهم وبالتالي يقبضوا عليهم. ساعتها هويت بيدخل لوحدة التحكم بتاعة البنك وبيفصل كل أجهزة الإنذار وكمان سيستم المراقبة كله، وبعدها بيتصل على ويل وبيديله الإشارة للخطوة اللي بعد كده. وفي المقابل بتسمع الشرطة كل كلامهم مع بعض بسبب جهاز اللاسلكي اللي حاطينه في العربية. وبعد كام دقيقة بيخرج ويل وفينسنت من العربية وبيدخلوا المحل اللي في ظهر البنك، وبعدها بتروح رايلي بالعربية وبتاخد هويت من مكانه. وقتها الشرطة بتكون بتراقب ويل وفينسنت من على السطح، وجوه المحل بيستخدموا المعدات بتاعتهم وبيقدروا انهم يكسروا الجدار اللي بيفصلهم عن البنك، وبيوصلوا عند الخزنة وبيقدر ويل انه يفتحها، وبعدها بيسرق كل الفلوس اللي موجودة واللي بتقدر ب10 مليون دولار. وقتها بيشوف فينسنت كمية الدهب اللي موجودة وبيكون عايز يسرقها كلها، ولكن بيعرفوا ويل ان الدهب تقيل جدا ومش هيقدروا يمشوا بيه. ووقتها الشرطة بدأت تتحرك بسرعة عشان يقبضوا عليهم متلبسين في محل المجوهرات، لكن بعد ما بيدخلوا مش بيلاقوا اي حد، واتضح لهم انهم اتخدعوا وطول الفترة دي كانوا بيراقبوا المكان الغلط. وبسرعة بيغيروا طريقهم وبيأمرهم المحقق اللي اسمه تيم انهم يتجهوا للشارع بتاع البنك، لانه فهم ان ويل كان بيخطط لسرقة اكبر. وقتها ويل بيخرج هو وفينسنت بشنطة الفلوس من الباب الخلفي اللي في ظهر البنك باقصى سرعتهم، وبعد ما بيخرجوا بيقابلوا في طريقهم عامل النظافة بتاع البنك، فبيقرر فينسنت انه يخلص عليه، وده لانه شاف وشهم وممكن يفضحهم ويعترف عليهم. لكن ويل بيمنعه وبيقوله انهم اتفقوا ان العملية هتتم من غير دم، فبيمسك المسدس منه قبل ما يتهور، ولكن في طلقة بتيجي بالغلط في رجل فينسنت، فبسرعة بيسحبوا ويل على اول الطريق. ووقتها بتيجي رايلي بالعربية وبيدخلوه فيها، وبعدها بيرجع ويل يجيب شنطة الفلوس قبل ما الشرطة تقبض عليهم. لكن قبل ما يرجع للعربية بيقرر هويت انه يطلع بالعربية ويتخلى عنه، وده لان الشرطة خلاص وصلت لهم. ساعتها بيتحط ويل في موقف صعب جدا، وكمان في عربية شرطة اعترضت طريقه وخرج منها 2 من الضباط، فبيحدف ويل الشنطة على واحد فيهم وبيضرب التاني وبيهرب بالعربية. وفي المقابل بيشوف المحقق تيم انه بكده خلاص بيكون وقع في المصيدة، وبسرعة بيؤمر كل عربيات الشرطة انها تعترض طريقه ويقفلوا عنه الحركة. فبيحاول ويل انه يهرب منهم بكل الطرق، لكنه مش بيقدر يضاهي عدد العربيات اللي بقت محاصراه من كل ناحية، وبينتهي بيه الطريق في الجراج ومش بيقدر يكمل لان كاوتشات العربية خلاص اتخرمت. وبيكون ساعتها خلاص مفيش في ايده حاجة يعملها غير انه يحاول يقلل مدة العقوبة في السجن، فبياخد الفلوس وبيرميها في البرميل اللي بيكون مولع نار، وبعدها بيخرج بره للشرطة وبيتقبض عليه. وبعدها بيروح الضابط فليتشر ياخد شنطة الفلوس، ولكن بيلاقيها فاضية تماما، فبيتم حبس ويل في السجن المشدد. وبعد 8 سنين بيخرج ويل من السجن وبيروح عند محل الألعاب، وده عشان يجيب لبنته أليسون هدية لأنه مفتقدها جدا. وبعد ما بيخرج من المحل وفي طريقه للبيت بيلاقي قدامه المحقق تيم والضابط فليتشر وبيكونوا مستنيينه، فبياخدوه في العربية عشان يوصلوه. فبيطلب منهم ويل إنهم يوصلوه لبيت طليقته عشان يقابل بنته أليسون. وفي الوقت ده بعد ما بيتحركوا بيكون في تاكسي ماشي وراهم وبيراقبهم، وفي العربية بيعرفوا المحقق تيم إن صديقه فينسنت اتوفى، وطبعا ويل بيزعل عليه، فبيقول له الضابط فليتشر إن دي فرصة كويسة ليه عشان بكده ال10 مليون هيبقوا من نصيبه لوحده. فبيقول لهم ويل إن الفلوس خلاص ما بقتش موجودة عشان حرقها كلها يوم الحادثة، وطبعا المحقق تيم مش بيبقى مصدقه. وبعد ما وصلوا للبيت بينزل ويل يقابل أليسون وبيشكرهم على التوصيل، وساعتها أليسون بتكون مش مصدقة إنها تشوف باباها من تاني بعد المدة دي كلها، وبتسأله هو خرج إمتى من السجن، فبيقول لها إنه خرج النهاردة وهي أول واحدة فكر فيها. وبعدين بيسألها عن أمها، فبتعرفه أليسون إنها مشيت من البيت وراحت تعيش مع جوزها الجديد. وفي نهاية الحديث بتديله ظرف بيكون واحد سايبه معاها ليه أول ما يخرج من السجن، وبعدها بتعرفه إنها لازم تمشي دلوقتي لأن عندها ميعاد مع الدكتور النفسي بتاعها. فبيطلب منها ويل إنهم يقعدوا على الكافيه يتكلموا شوية لأنه مفتقد الكلام معاها، وفعلا بتوافق أليسون وبتروح معاه. وقتها ويل مش بيبقى عارف يبدأ منين، فبيطلع ورقة بيكون مجهز فيها كلام اللي هيقوله، وبيطلع مضمون الكلام
كلام اعتذار لأليسون، وبعدها بيديها الدبدوب اللي جابهولها، لكنها بتقوم وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبة ومش بتعرف ترد تقول ايه، وبتخرج توقف تاكسي عشان تروح للدكتور بتاعها، فبيخرج وراها ويل وبيحاول يصالحها، لكنها بتكون رافضة ومتضايقة منه لأنه بيعاملها أكنها لسه طفلة، وبعدها بتركب التاكسي وبتمشي. ساعتها ويل بيفتكر إن رايلي شغالة في كازينو قريب منه، فبيروح يقابلها ويسلم عليها، والمفاجأة هنا إن حياة رايلي اتغيرت خالص من ساعة ما اتسجن، وكمان الكازينو اللي شغالة فيه ده بيكون تبع الشرطة، فبتعتذر منه رايلي لأنها ما قدرتش تزوره في السجن طول المدة دي، وده لأنها كانت متراقبة طول الوقت. وبعدين بتشكره إنه ما اعترفش عليهم في المحكمة إنهم كانوا معاه في عملية السطو المسلح بتاعة البنك، وبتعرفه إن فينسنت اتوفى بعد ما هو دخل السجن. وأثناء حديثهم مع بعض بيلاقي ويل إن الظرف اللي أليسون اديتهوله بيكون فيه تليفون بيرن، فبيفتح الظرف وبيتصدم لما بيلاقي إن اللي بيكلمه هو فينسنت، فبيفرح جامد إنه لسه عايش وإنه مش ميت زي ما الناس بتقول. وبعدين بيسأله عن مكانه عشان يقابله، لكن فينسنت بيقوله إنه خلاص حياته اتغيرت للأسوأ من بعد ما اتسجن، وكمان عمل عملية بتر في رجله بسبب الرصاصة ساعة يوم الحادثة. والغريب إن نبرة الصوت اللي بيتكلم بيها بتكون تهديد وتحذير في نفس الوقت، وفعلا بيطلب فينسنت منه حصته من الفلوس اللي أخدها كلها لوحده، فبيعرفه ويل إنه حرق كل الفلوس ساعة الحادثة. وطبعا فينسنت مش بيكون مصدقه وكان مفكره بيتلاعب بيه. والمفاجأة هنا إنه بيكون خاطف أليسون في التاكسي عشان يهدده بيها لو ما جابش الفلوس، وبيكون هو سائق التاكسي اللي كان بره الكافيه، وهو نفسه اللي كان بيراقبه وهو في عربية الشرطة. ساعتها بيكون ويل ما خدش باله منه لأنه ما توقعش إنه هيشتغل سواق تاكسي، وكمان بيكون شكله متغير كتير، فبيقفل فينسنت المكالمة، ووقتها بيتحرك ويل بسرعة عشان يشوف طريقة ينقذ بيها بنته. وفي المقابل بيكون الضابط فليتشر واقف بعيد وبيراقبه، وبسرعة هو كمان بيروح وراه عشان بيكون معتقد إنه رايح للمكان اللي مخبي فيه الفلوس. وفي الطريق بيتصل ويل بفينسنت مرة تانية عشان يطلب منه ما يأذيش أليسون، وهو هيتصرف ويجيب له الفلوس في خلال 24 ساعة من دلوقتي. لكن فينسنت بيقول له لو ما جابش الفلوس في خلال 12 ساعة هيخلص على بنته، وبيقول له كمان إنه هيتصل عليه كل شوية، ولو حاول في مرة ما يردش عليه هيخلص على أليسون. فبيقفل ويل معاه وبيقدر يبعد عن أنظار الضابط فليتشر، وبسرعة بيروح يشتري تليفون جديد وبيحط فيه شريحة التليفون القديم وبيرميه في القطر. وبعدها بيروح على مركز الشرطة وبيقابل المحقق تيم وبيعرفه إن بنته في خطر، وإن فينسنت لسه عايش وهو اللي خطفها وطالب 10 مليون دولار عشان يطلق سراحها. لكن المحقق تيم مش بيصدقه لأن فينسنت أصلا متوفي، وبيكون معتقد إنه بيتلاعب بيه هو كمان عشان يخلي الشرطة تدور على بنته، وهو يروح للمكان اللي شايل فيه الفلوس وياخدها ويهرب من المدينة. وبعدين بيثبت له إن كلامه صحيح، وبيطلع ملف فينسنت وهو ميت محروق، وبيقول له إنه بصمات الجثة مطابقة مع مواصفات فينسنت، وده معناه إنه ميت فعلا. لكن بيأكد له ويل إنه لسه عايش، وكمان كلمه في التليفون، وبيقول له إنها أكيد حركة من فينسنت عشان يبعد أنظار الشرطة عنه ويفهمهم إنه ميت. لكن المحقق تيم بيبقى متأكد إنه مازال بيتلاعب بيه، وبعدها بيؤمر فليتشر إنه ياخده يوصله بره المركز. وساعتها ويل بيضرب الضابط فليتشر هو والشرطي اللي معاه، وبيكلبشهم بكلبشات في المصعد، وكمان بياخد منه الكارنيه بتاعه، وبيروح بعدها للكمبيوتر وبيفتح ملف هايت، وده عشان يعرف عنوانه الجديد. ولكن وقتها مش بيكون واخد باله إن في كاميرات مراقبة على المكتب، وبعد ما عرف المعلومات اللي عايزها بيخرج من المركز بسرعة قبل ما حد يقفشه. وفي المقابل بعد ما بتفوق أليسون من المخدر اللي خدرها بيه فينسنت، بتلاقي نفسها في الشنطة بتاعت التاكسي، وبتفضل تنادي بأعلى صوتها عشان حد ينقذها، لكن مفيش حد بيسمعها. وقتها بيتصل فينسنت على هايت وبيخليه يتعقب شريحة التليفون بتاعت ويل عشان يشوف فعلا ويل رايح لمكان الفلوس ولا لا، لكنه ما يعرفش إن ويل في الأساس مبدل شريحة التليفون، وده عشان يفهمه إنه فعلا رايح يجيب الفلوس، وفي المقابل يدي لنفسه فرصة في إنقاذ أليسون. وبتيجي لأليسون فرصة كمان في الإنقاذ، وبيدخل شاب يركب التاكسي، وساعتها كانت بتحاول تخرج إيديها من الكرسي الخلفي عشان تلفت انتباهه، وبينتبه إنها في الشنطة وبينقذها. ولكن فينسنت بيركن على جنب وبينزل الشاب ده وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقده الوعي، وبعدين بيركب التاكسي تاني وبيكمل في طريقه. وبكده بتفقد أليسون فرصتها الأخيرة في الإنقاذ، بس لحسن حظها بتلاقي تليفون الشاب وقع في العربية، فبتحاول إنها تاخده عشان ترن على ويل وينقذها، ولكن بيقع التليفون
التليفون من على الكرسي بسبب المطب اللي في الطريق. وفي نفس الوقت بيروح المحقق تيم لكاميرات المراقبة عشان يشوف تيم كان بياخد معلومات ايه بالظبط، وبسرعة بعد ما عرف انه رايح لهويت في البيت بيجهز فرقة التدخل السريع وبيتجهزوا للعنوان المذكور في الملف. لكن ويل بيوصل قبلهم وبيهدد هويت وبيطلب منه يعرفه مكان فينسنت، وساعتها بيحاول هويت ينكر انه يعرف وبيقوله انه فينسنت اصلا مات من سنين. لكن ويل بيكون عارف انه بيكذب فبيضربه وبيهدده انه هيخلص عليه لو ما اتكلمش، فبيعرفه هويت ان فينسنت خاطف أليسون في شنطة التاكسي ولكن ما يعرفش هيوصل بيها لفين. وفجأة بينقض عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض، وفي المقابل بتوصل الشرطة وبتقتحم البيت وبيقبضوا على هويت وبيقتلوه. وساعتها بيهرب ويل بسرعة قبل ما يقبضوا عليه هو كمان. وفعلا بيقدر ويل انه يهرب وبيقابل قدامه تاكسي فبيركبه بسرعة وبيمشي بعيد. وعلى الجانب الآخر بياخد فينسنت مخالفة مرورية فبيركن في شارع جانبي وبيروح له الضابط وبيطلب منه انه يفتح الشنطة بتاعة التاكسي، لكن فينسنت بيخلص عليه بمسدسه ومحدش بيحس بيه لانه حاطط كاتم الصوت. وساعتها بتستغل أليسون الفرصة ان الشنطة اتفتحت وبتهرب بعيد، لكن فينسنت بيروح وراها وبيمسكها وبيخدرها وهي مش بتقدر تهرب لان الطريق بيكون مسدود. وقتها بيطلب ويل من سائق التاكسي انه يتصل على رئيسه اللي اسمه لوفلور عشان يعرفه نمرة التاكسي بتاعت فينسنت، فبينقل له مواصفاته بدقة عشان يتعرف عليه بسهولة. وفعلا بيقدر لوفلور يتعرف عليه وقال انه خد منه التاكسي الصبح وهو حاليا متجه للحي الفرنسي. فبيسأله ويل على النمر، ولما عرفها نزل سائق التاكسي وكمل هو في الطريق بأقصى سرعته، واخيرا بيوصل للحي الفرنسي ولكن بتكون في زحمة جامدة جدا في الطريق. فبيفضل ويل يدور على نمر التاكسي وبيطابقها باللي معاه، ولما بيقدر انه يلاقي التاكسي المقصود بيكتشف ان النمر طلعت مزيفة وبيكون فينسنت هو اللي عمل الحركة دي. وساعتها بيفهم ان دي حركة من فينسنت عشان يضلله في الطريق وما يعرفش يوصله، وده لانه عارف طريقة تفكيره. والمشكلة الاكبر ان الشرطة عرفت مكانه وقبضت عليه وخدته في العربية. وقتها بيرن تليفونه بيكون فينسنت، فبيطلب من الشرطي انه يرد على المكالمة دي ولكن الشرطي بيرفض. فبيحاول ويل انه يحرر نفسه عشان لو ما ردش على المكالمة زي ما فينسنت متفق معاه هيخلص على أليسون. وبالفعل بيقدر يحرر نفسه وضرب الشرطيين والعربية اتقلبت بيهم، لكنه بيطلع سليم وبيرد على المكالمة. فبيعرفه فينسنت انه لو ما جابش الفلوس زي ما اتفقوا هيخلص على أليسون بدون رحمة. وقتها الشرطة بتمشط المنطقة كلها عشان يقبضوا على ويل لانه بقى متهم في جرائم كتيرة، ولكن ويل بيقدر انه يبعد عن انظارهم. وبعدين بيتصل على رايلي وبيطلب منها تقابله في اسرع وقت، وفعلا بيقابلها وبيعرفها ان فينسنت لسه عايش وطالب منه 10 مليون دولار والا هيقتل بنته. وبعدين بيطلب مساعدتها في سرقة سبايك الذهب اللي في البنك اللي سرقوه. وساعتها مش بيبقى قدام رايلي غير انها توافق لان أليسون في خطر. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة لمكان لوفلور وبتطلب منه رخص التاكسي بتاعت فينسنت، وبعدها بدأوا في التحرك والبحث عن فينسنت لانهم بكده بيتأكد لهم بالفعل انه لسه عايش. وفي المقابل بيروح ويل ورايلي لمحطة الصرف عشان ينزلوا في المجاري وبيوصلوا للخزنة من غير ما الشرطة تعترض طريقهم. وبعد ما بيوصلوا للمكان المحدد بيطلعوا معداتهم وبيبدأوا في سهرة أرضية الخزنة من تحت. ساعتها بيكون المحقق تيم متأكد ان ويل هيفكر يسرق من تاني، وده عشان يدفع الفلوس لفينسنت ويحرر بنته. وعشان كده بيؤمر كل الوحدات انها تروح لكل البنوك اللي دخلها ويل الفترة الأخيرة. وقتها بيقدر ويل انه يخترق أرضية الخزنة وبدأ في سهر الدهب، ولما الدهب بينزل المية بيتجمد من تاني وبالتالي بتاخده رايلي وبتحطه في الشنطة. لكن المشكلة اللي بتواجههم هي انهم لازم يخلصوا العملية بسرعة قبل ما انذار الحريق بتاع البنك يضرب، لكن بيضرب الانذار لان درجة الحرارة ارتفعت عن المعدل الطبيعي. وقتها بيوصل للمحقق تيم ان البنك ضرب انذار الحريق، فبيفهم ان ويل هو السبب في كده وبسرعة بيروح له عشان يقبض عليه. وبسرعة بتوصل الشرطة للبنك وبينزلوا يفتحوا الخزنة وبيتصدموا لما بيلاقوا كمية كبيرة من الذهب منصهرة. في المقابل بيهرب ويل ورايلي بالذهب من المجاري قبل ما يتقبض عليهم، وبسرعة بيركبوا العربية وبيتجهوا ناحية العبارة في البحر. وقتها المحقق تيم بيطلب من القوات عدم التدخل إلا بإشارة منه، وده لأنه مستني الوقت المناسب في القبض على ويل، لأن ويل لو حس إنهم بيطاردوه هيختفي في ثواني. وفعلا بيحصل اللي كان متوقعه، وهو إن بعد ما القوات حصرت العربية بعد ما نزلت من العبارة مش بتلاقي فيها ويل، وبتلاقي مكانه دمية خشبية مع رايلي، وبيكون في الأساس ويل هرب في عربية تانية وكمل في
طريقه لفينسنت، وبنشوف ويل وهو في الطريق بيتصل على فينسنت وبيعرفه إنه معاه الفلوس وبيطلب منه يكلم أليسون. وفي آخر الليل بيوصل أخيرا للمكان اللي خاطف فيه أليسون، وبينزل من العربية وبيسلمه شنطة الذهب مقابل إنه يسلمه بنته زي ما متفقين، لكن فينسنت بيخون الاتفاق وبيضرب نار على ويل وبيولع في التاكسي، وبتكون أليسون لسه في الشنطة، لكن بيهجم عليه ويل وبيضربه بيخلي النار تمسك فيه، وبسرعة بيركب التاكسي وبينزل بالمية عشان يطفي النار. وبتبقى فيه مشكلة كبيرة، وهي إن الشنطة مش بترضى تتفتح، وأليسون كانت على وشك إنها تتخنق وتغرق في المية. والأسوأ من كده إن بيكون فينسنت لسه ما ماتش وبيهجم على ويل وبيفضل يضرب فيه، لكن ويل بيقدر يغلبه وبسرعة بيستخدم حديدة وبيفتح شنطة التاكسي وبيحرر أليسون. ساعتها بيكون الجرح اللي سببته الرصاصة معجزه وكان على وشك إنه يموت، ولكن الشرطة بتيجي في الوقت المناسب وبتنقله للمستشفى. وبعد مرور الأيام الشرطة بتفرج عن ويل بدفع الكفالة لأنه بيرجع كل الذهب اللي سرقه، ولكن مش بيكتفوا بكده وبيحطوه تحت المراقبة، وده عشان اكتشفوا إن الذهب ناقص في الوزن، وبيكون المحقق تيم متأكد إنه مخبي قطعة الذهب معاه، وفعلا بيكون الذهب المفقود مع ويل، لكن المحقق تيم بيبقى مستني يشوف ويل هيتصرف فيه ازاي، وبيكون مستنيه يرميه في المية عشان يرجع لحياته المستقرة من تاني. وفعلا بيرمي ويل قطعة الذهب في المية، لكنه في الأساس بيضحك عليه وبيرمي النبتة بدل من الذهب. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ فيلم سوبر مي بشاب فاشل اسمه سانج، واللي بيكون عايش لوحده ومصدر دخله الوحيد هو الكتابة وتأليف القصص والروايات. وبنعرف انه بيواجه مشكلة كبيرة، وهي انه مش بيعرف ينام لانه بقاله سنتين بيحلم بكوابيس مرعبة طول الوقت ومش عارف يتخلص منها. واثناء ما كان واقف في المترو بيظهر شيطان مرعب وبيقتله، وبنكتشف ان سانج كان بيحلم وانه دايما بيحلم بالشيطان ده وهو بيطارده وبيقتله في الحلم. فبيفتح سانج اللابتوب بتاعه عشان يشتغل ويكتب رواية، ولكن فجأة بيخبط عليه صاحب الشقة وبيطلب منه الإيجار، فبيهرب من الشباك عشان مش معاه فلوس يدفع الإيجار. وبعدها بيفتكر كل الدكاترة اللي اتكلم معاهم بخصوص الحلم اللي دايما بيحلم بيه، وبيكون ردهم عليه إنه عقله بيصور له الأحلام دي بسبب إنه وحيد ومش بيختلط بالناس. وطبعا سانج مش بيكون مقتنع بالكلام ده، وبيروح يشتري سندوتش من بائع سندوتشات في الشارع اسمه جون، وبالصدفة بيشوف البنت اللي معجب بيها وهي بتشتغل في الكافيه بتاعها وبيكون اسمها جيسي. وبنعرف ان سانج شافها من 3 سنين وهي بتغني في بار، ومن وقتها وهو معجب بيها ومش عارف يصارحها بحبه لانه مجرد شاب بائس وما عندوش اي حاجة. ولما سانج بياخد السندوتش بتاعه عشان يفطر بيجي سام مديره وبيطلب منه يرجع له الفلوس اللي اخدها منه عشان يسلمه الرواية الجديدة واللي اتأخر في كتابتها. فبيهرب سانج لانه صرف كل الفلوس اللي اخدها منه، وبيقع منه السندوتش بتاعه على الارض وبيكون متضايق لانه مش معاه فلوس يشتري اكل تاني. فبيجي سام مديره وبيمسكه وبياخده معاه المطعم عشان يتكلموا في الشغل، واول ما بيوصلوا بيتفرج عليه سانج وهو بياكل وبيكون حاسس بالجوع. فبيقول له سام انه متاخر شهرين في تسليم الروايه الجديده وواخد منه فلوس عربون لحد ما يخلص، وبيهدده انه هيبلغ عنه الشرطه لو ما سلموش الروايه في خلال شهر على الاقل. فبيحاول سانج يفهمه مشكلته وبيقول له انه مش عارف يكتب اي حاجه بسبب الكوابيس اللي بيشوفها كل يوم، وطبعا ده بيأثر عليه ومش بيخليه يركز في الكتابة. وبعدها بيرجع سانج شقته بيلاقي صاحب البيت طرده عشان بقاله 4 شهور ما دفعش الإيجار، فبياخد هدومه بيروح الكافيه وبيشتغل على اللابتوب بتاعه عشان يخلص الرواية وياخد فلوس من سام مديره. وبعد شوية بيحس بالتعب وبيبدأ ينام، وبيحلم بالشيطان وهو بيخنقه بالسلاسل وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيصحى سانج من النوم، وبيتفاجئ ان اللاب بتاعه اتسرق وهو نايم. فبيخرج من الكافيه وهو متضايق ومتوتر، وبيشوف كل الناس اللي في الشارع على انهم شياطين شبه اللي بيشوفهم في الحلم. وساعتها بيحس سانج باليأس وبيكتب رسالة لسام مديره وبيقول له فيها انه قرر ينتحر. وبعدها بيطلع على السطح عشان ينتحر، وبيشوفه جون بائع السندوتشات وبيديله سندوتش عشان يفطر. ولما بيعرف منه قصته والسبب اللي خلاه يفقد الامل ويفكر في الانتحار، بيقترح عليه جون انه اول ما يحلم بكوابيس يقول
وبيقول في الحلم أنا بحلم عشان يخرج من الكابوس. وبيفضل سانج يبص على حبيبته جيسي اللي معجب بيها لحد ما بيطلع الليل، وبيروح يبيع الموبايل بتاعه عشان يشتري أكل. وأثناء ما كان في السوبر ماركت بيحاول يسرق الأكل، ولكن بيلاحظ إن المكان فيه كاميرات ومتراقب، وبيرجع الأكل اللي سرقه مكانه، وبيخرج ياكل الأكل اللي اشتراه. وبتشوفه حبيبته جيسي وبتيجي تطمن عليه، ولكن فجأة بتتحول جيسي لشيطان وبيكون ماسك في ايده سيف وبيحاول يقتل سانج. وبنفهم من كده انه ده حلم، فبيفتكر سانج بائع السندوتشات وبيمسك السيف وبيقول انا بحلم لحد ما بيفوق من الحلم. وبيتفاجئ انه السيف اللي كان في ايد الشيطان في الحلم بقى موجود معاه في الحقيقة، فبيجري بسرعة وهو مش مستوعب الموضوع. وبعدها بيقعد يفكر بجدية في كل اللي بيحصل له لحد ما بيقرر يبيع السيف، وبيروح لمحل تاجر آثار وبيبيعهوله ب20,000 وان كوري. وبعدها بيروح يشتري لابتوب جديد بدل اللي اتسرق، وبيقعد ياكل في مطعم وبيبات في فندق مؤقتا لحد ما يشتري بيت. وبالليل بياخد حباية منوم عشان يقدر ينام، وبيحلم بنفسه وهو موجود في نفس الفندق. وبيخرج من اوضته عشان يستكشف المكان، وبيلاقي الشيطان بيهجم عليه بفاس ذهبي وبيعوره في وشه. فبيمسك سانج الفاس وبيقول انا بحلم، وبيصحى من النوم ومعاه الفاس في العالم الحقيقي. فبيفرح لانه اكتشف شيء مبهر جدا، وهو انه ممكن يسرق اي حاجة من الكوابيس والاحلام وياخدها معاه في العالم الحقيقي. وبعدها بيروح يبيع الفاس الذهبي لتاجر الآثار وبياخد منه 100,000 وان كوري. وأخيرا حياته بتتحسن وبيقدر يشتري عربية جديدة، وبيسهر في البار وبيسكر طول الليل. ولما بيرجع أوضته بيفكر في طريقة جديدة عشان يسرق فلوس من الأحلام، فبيتفرج على صور لمتحف آثار على أمل إنه يحلم بالمتحف ده ويسرق كل الآثار اللي فيه ويرجع بيها للعالم الحقيقي. وبالفعل بتنجح الفكرة بتاعته، وبيقعد يتفرج على التحف الأثرية لحد ما بيظهر الشيطان كالعادة وبيكون معاه بندقية وبيقتله. فبيصحى سانج من الحلم وهو مفزوع وبياخد حباية منوم، وبيرجع يحلم مرة تانية وبيكون في نفس المكان اللي كان فيه. وساعتها بيطارده الشيطان وبيحاول يقتله، ولكن سانج بياخد قطعتين آثار وبيقول أنا بحلم. وبيرجع للعالم الحقيقي ومعاه القطعتين، وكالعادة بيروح يبيعهم لتاجر الآثار وبياخد منه 2 مليون وان كوري. وبعدها بيروح عشان ياكل في مطعم، وفي طريقه بيقابل سام اللي كان مديره بيعزمه على الغداء، وبيديله الفلوس اللي كان واخدها منه عربون لكتابة الرواية، وبيعرفه انه خلاص بقى غني ومش هيكتب روايات تاني. وتاني يوم بيروح الكافيه بتاع جيسي اللي معجب بيها، وبيتفاجئ انها مش عارفاه، وبيعرف منها انها تبيع الكافيه لان مفيش زباين بتيجي، وللاسف عليها ديون ولازم تدفعها. وبالليل بيسهر سانج مع سام وبيقعدوا يسكروا طول الليل، وبيكون سام مستغرب انه بقى غني في شهر واحد. ولما بيلاقي سانج سكر بياخده عشان يرجعه الفندق، وبيلاقيه بيحلم وبيستغرب من تصرفاته. ولكن فجأة بيلاقي سانج صحي من الحلم ومعاه سلاسل دهب كتير جدا. واخيرا بيعرف منه انه بيحلم بكوابيس طول الوقت، وبيقدر يسرق اي حاجة من الحلم ويرجع بيها العالم الحقيقي. فبيطلب منه سام يشغله مساعد معاه. وبعدها بيروح سانج لجيسي وبيديها 1,000,000 وان كوري عشان يشتري منها الكافيه، بس بشرط واحد، وهي انها تفضل شغالة فيه وتديره، وكمان هيديها نص الارباح. فبتوافق جيسي وبتعزمه على العشاء عشان تتعرف عليه. ولما بيرجع سانج الفندق بيعين حارس شخصي ليه، وبيحلم انه بيسرق بنك. وفجأة الشيطان بيهجم عليه، ولكن المرة دي بيقدر يدافع عن نفسه وبيضربه. ومع الوقت بيبدأ سانج يتحكم بالأحلام، وبتتطور قدرته على السرقة لدرجة انه بيسرق عربية حديثة وبيرجع بيها للعالم الحقيقي. وبعد شوية بيروح الكافيه بتاع جيسي وبيلاقيها متفاجئة لانه اول مرة الكافيه بتاعها يتملي زباين. وبنكتشف ان سانج خلى سام المساعد بتاعه يدي فلوس للناس عشان يقعدوا في الكافيه، وطبعا كل ده عشان يخلي جيسي مبسوطة لانه بيحبها. وبيبعت سانج شنطة فيها 200,000 وان كوري لجون بتاع السندوتشات عشان هو الوحيد اللي ساعده وقال له ازاي يصحى من الكابوس. وبالليل بيتمشى سانج مع جيسي وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبيقول لها انه بيشتغل كاتب روايات وبيألف قصص. ومع الوقت بيحاول يقرب منها عشان يخليها تعجب بيه. وفي يوم بيخليها تسوق العربية بتاعته، وبيقول لها تاخد العربية هدية ليها كنوع من انواع الامتنان عشان هما شركاء في الكافيه. فبترفض جيسي في البداية وبتضطر توافق لما بتلاقيه مصمم، وبتكون فاكرة انه كاتب روايات مشهور. وبيفتكر سانج اول مرة شافها فيها وهي بتغني، ووقتها كان معجب بيها جدا ونفسه يصارحها بحبه ليها، ولكن اتفاجئ انها كانت مرتبطة واتخانقت مع حبيبها وانفصلت عنه. وبعدها بيروحوا السينما مع بعض، وبتقوله انها عاوزة تشوف فيلم هو اللي كاتبه. فبيضطر سانج انه يكتب
قصة عشان ما يتكشفش قدام جيسي، وبعد ما بيخلص بيخلي سام يقراهوله وهو نايم عشان يحلم بالقصة اللي كتبها ويعرف إذا كانت حلوة ولا لأ. وأول ما بيصحى بيلاقي سام بيعيط من جمال القصة، وبياخد السكريبت وبيروح لشركة أفلام عشان يعمل فيلم من كتاباته، وبيدي فلوس لصاحب الشركة عشان يدفع أجر الممثلين. وبعد فترة بيتعرض الفيلم في كل سينمات كوريا وبينجح نجاح باهر، لدرجة إنه سانج بيتكرم على إنه أحسن مؤلف في كوريا كلها. وفي يوم بيحلم سانج بكهف مليان دهب، وبيشوف كاهن قاعد ما بيتحركش ولابس حزام دهب، فبيحاول يسرق الحزام بتاعه ولكن بيتفاجئ إن إيده بتختفي، ولما بترجع لطبيعتها بيصمم يسرق الحزام. فبيتحرك الكاهن وبيلمس بصوابعه الاتنين صدر سانج وما بيتكلمش نهائي، فبياخد سانج الحزام وهو مش قلقان من أي حاجة. وبيكون في حاجة غريبة بتحصل لأنه ده الحلم الوحيد اللي ما ظهرش فيه الشيطان اللي بيطارد سانج في كل الأحلام. وتاني يوم بيعمل سانج عرض مفرقعات لحبيبته جيسي عشان يعترف لها بحبه ليها، وبتقول له إنها خايفة يبعد عنها لأنها بتحبه مش عاوزة تعيش من غيره. فبيوعدها سانج إنه مش هيتخلى عنها، وبيروح يقعد معاها في شقتها. وأثناء ما كانت جيسي في الحمام بيفكر سانج إنه يعترف لها بالحقيقة، وهي إنه بيسرق فلوس وذهب من الأحلام بتاعته وبيرجع بيها للعالم الحقيقي. وفجأة بيحس بضربة في صدره، ولما بيبص في المراية بيلاقي على صدره أثر صباعين الكاهن اللي لمسه في الحلم. وبعدها بيرجع البيت وبيلاقي سام عامل له حفلة وجايب فيها بنات، فبيتجاهله وبيدخل أوضته عشان يفكر في اللي حصل. فبيدخل سام يطمن عليه، ولما بيعرف منه اللي حصل بينصحه ما يشغلش باله بحاجة، لأنه طول ما هو بيفكر في اللي حصل هيكون مشتت والأمور هتسوء أكتر. فبيقتنع سانج بكلامه وبيحاول ينام عشان يستريح، وبيحلم إنه طالع برج طويل جدا، ولما بيوصل لقمة البرج بيشوف شخص واقف لوحده، وبيتفاجئ إن الشخص ده يبقى هو قبل ما يبقى حرامي، وبيبدأ يختفي بالتدريج. وأول ما بيصحى من النوم بيلاقي جروح على جسمه وكل ثانية بتزيد، فبيكتشف إنه الجروح دي هي اللي كان بيتصاب فيها في أحلامه وهو بيتخانق مع الشيطان. وتاني يوم بيروح سانج لجون بائع السندوتشات عشان يحكي له اللي بيحصل معاه، ولكن بيجي اتنين وبيخطفوه، وبيكونوا شغالين في عصابة خطيرة في كوريا، ورئيس العصابة اسمه تشانج. فبيقول له تشانج إنه كان مراقبه من فترة طويلة وعارف إنه شخص غني ومعاه فلوس كتير جدا، عشان كده هو مش هيحرره غير لما ياخد 10 مليون وان كوري. فبيوافق سانج وبيبعت له الفلوس عن طريق سام، ولكن تشانج بيكون مش مكفيه ال10 مليون، وبيخطف سام هو كمان عشان عاوز ياخد كل ثروة سانج. فبيضطر سانج إنه ياخده للمخبأ السري بتاعه، واللي بيكون شايل فيه كل الكنوز اللي كان بيسرقها من الحلم. فبينبهر تشانج وبيسأله جاب الكنوز دي منين، وفي نفس الوقت بتيجي جيسي عشان تطمن عليه. فبيتصل بيه حارس الأمن عشان ياخد منه الإذن إنها تطلع له البيت، فبيرفض سانج عشان العصابة ما تقبضش عليها، وبيقول لها تفضل مكانها وما تتحركش. فبتحاول جيسي تقنع الحارس إنها تطلع له، وأول ما بتوصل لشقته العصابة بيقبضوا عليها، وبيحاول تشانج رئيس العصابة إنه يستفزها وبيقول لها إنه هيقتل سانج. فبيعترض واحد من العصابة على كلامه وبيقول له إنه مش موافق على قتل سانج، لأنه الشرطة لو قبضوا عليهم مستقبلهم هينتهي. فبيتعصب تشانج وبيضربه، وبيؤمر جيسي إنها تقتله عشان يلبسها الجريمة. ولكن فجأة جيسي بتهجم عليه وبتضربه، وبيستغل سام الفرصة وبيضرب اتنين من المجرمين، وبعدها بيعض سانج ايد المجرم اللي ماسكه، ولكن المجرم بيضربه بسكينة في بطنه. فبياخد جيسي وسام عشان يهربوا، وبيقتل تشانج فرد العصابة اللي اعترض على كلامه. وأثناء ما كان سانج بيحاول يخرج من البيت بيحس بالتعب بسبب الجرح اللي في بطنه، وبيجي مجرم من العصابة وبيضربه بسكينة في رجله. فبيروح سام للعصابة عشان يشغلهم لحد ما سانج يهرب هو وجيسي، ولكن العصابة بتقتله وبيروحوا يضربوهم هما الاتنين وبيفقدوهم الوعي. فبيحلم سانج انه واقف في مكان غريب وعلى جسمه مادة سودا وبتختفي أول ما بيتحرك. فبيلاقي قدامه باب فيه ضوء أبيض، وبيشوف فيه نفسه الفترة اللي كان بيسرق في الكنوز، وبيشوف قد إيه الفلوس غيرته وخلته شخص سيء ونسي كل المبادئ اللي اتعلمها. وبعدها بيكمل طريقه لحد ما بيوصل لحيطة من الكريستال، وبيقول أنا بحلم عشان يخرج من الحلم، ولكن بيفقد وعيه وبيتحول لشكل شيطان مخيف ومعاه سيف. وساعتها بيكسر الحيطة كريستال وبيخرج من الحلم للعالم الواقعي، وبيقتل كل أفراد العصابة. فبيصحى سانج وبيشوف الشيطان قدامه وعاوز يقتله بالسلاح اللي معاه، وبيفضل يقول أنا بحلم لحد ما بتختفي كل الكنوز اللي كانت في الأوضة، وكمان الكنوز اللي كان بيبيعها لتجار الآثار، وبيفقد وعيه مرة تانية. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في اليوم اللي باع فيه موبايل
موبايله عشان يشتري أكل، وبيتفاجئ إن كل اللي حصل له ده كان مجرد حلم. وأثناء ما كان سانج قاعد بيفكر في اللي حصل له، بتيجي جيسي عشان تساعده، بتكون مش عارفاه شخصيا ولكن عرفت حكايته من جون بائع السندوتشات، فبتاخده معاها البيت عشان تأكله، وبتقوله إنها قرت قصة ليه في مجلة قبل كده وعجبها أسلوبه في الكتابة، فبتعرض عليه يشتغل معاها في الكافيه بتاعها، وبتلاقيه عمال يعيط على اللي بيحصل له لأنه مش عارف ينام أو يرتاح في حياته. وبعد أسبوع بيشتغل معاها في الكافيه وبتبدأ حالته تتحسن، وبتجيب له جيسي لعبة هدية عشان يبدأ يشتغل عليه ويكتب روايات. وبعدها بيروح سانج يدي فلوس لسام كان واخدها عربون منه، وبيقول له إنه هيرجع يكتب روايات تاني ولكن مش هياخد منه عربون مرة تانية عشان مش عاوز يكون مديون. فبيرفض سام ياخد منه الفلوس وبيديله 50,000 وانكوري، وبيقول له إنه قدر يبيع رواية كتبها من شهرين وحققت أرباح كبيرة. وبيقعد سانج يفكر في اللي حصل له، وبيرجح إن كل اللي حصل ده كان اختبار من ربنا عشان يتعلم إن الفلوس مش كل حاجة قصاد راحة البال. وبعدها بيروح لجون بائع السندوتشات عشان يطلب منه أكل، وبيتفاجئ إنه جون بيديله شنطة الفلوس اللي اداها في الحلم، وبيوريله جرح في بطنه، وبيقول له إنه مر بنفس التجربة اللي هو بيعيشها، وإن الشيطان كان بيطارده طول الوقت، ولكن الوسيلة الوحيدة عشان يهرب من الشيطان إنه يعيش حياته بكل بساطة ويرضى بقدره. وفجأة بتتفتح بوابة للجحيم ورا سانج، وبنكتشف إن الشيطان كان بيراقبه طول الوقت وهو اللي كان بيغريه عشان يعمل كل الحاجات الغلط. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.